دي من المعلومات الشائعه بس مش صح. يقول لك ان انا اقلل الدهون تماما في اكلي عشان وزني يقل. مين قال كده؟ قد يكون السعرات الحراريه اللي جايه من الدهون بالحسب الرقميه بتاعتنا هي اكبر بكتير جدا من اللي جايه من النشويات واللي جايه من البروتين، على اساس ان كل 1 جرام من الدهون بيديني 9 كيلو كالوريز. انما الحسبه دي اما اجي احولها عن معدل الحرق ما بتكونش كده مطلقا، بالعكس انا محتاج دهون لان الاوميجا 3 من الدهون، الاوميجا 6 بالنسب المعقوله عندي من الدهون. ما ننساش ان احنا اصلا عندنا الكيتوجينيك دايت، وده قايم على ان انا باخد كميات كبيره من الدهون على حساب تقليل كميات النشويات والسكريات. لما بتاخد دهون كويسه عندك في الاكل ودهون طبيعيه غير مهدرجه، دهون حيوانيه مش دهون نباتيه، جسمك بيستفيد منها اكتر بكتير. ده بالعكس ليها دور في تحسين بعض الوظائف الحيويه جوه الجسم. لو عايز امنع دهون من اكلي يبقى امنع كل الدهون النباتيه، وامنع الدهون المتحوله جزئيا اللي هي مبنيه في الاصل على الزيوت النباتيه. وزي ما قلنا قبل كده في حلقات سابقه، الجبن بقى واشباه الجبن وغيرها كتيره قوي من المستحضرات زي مبيضات القهوه والنسكافيه والكابوتشينو وغيرها، دي الحاجات اللي فيها الدهون اللي لازم تبعد عنها تماما، اللي جايه من مشتقات البالم تري. الدهون مهمه عندي في الدايت، دهون اساسيه عشان فيها الاوميجا 3، فما تنساش لازم كل حاجه تكون بالانسد او متوازنه. نفتكر دايما ان صحتك اهم.